طب يا جدعان، السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هشرح لكم الزد ام 4 عامه، يعني فايدتها ايه، يعني مش فاهم. في ناس مش فاهمه ليه الناس تلعب زد ام 4 او ليه بتحب تلعب زد ام 4. هشرح كل ده في الفيديو النهارده، وازاي تطلع ستيج واحد اتنين حتى ستيج تسعة ازاي تقدر تطلعوا. ومتنساش تصلي على النبي ولا بينا على الفيديو. بص يا اخويا، انت دلوقتي انت لما تلعب زد ام 4 فانت بتكون نو ستيج. شايف البتاعه دي؟ البتاعه اللي عماله تنور وبتيجي دي انا كده الرقم 3 ده انا ستيج 3. تعرف الاستيجاب منين، او تعالى الاستيج يكون ستيج 3 منين؟ تخش على بوس باف دي. عندنا هنا استيجات 9 استيجات، تمام. انت احسن ستيج انك تعمله لو انت معاك بتاع حوالي اكتر من 100 جوهره. تخش على اللي هو شايف دي اللي تحتيها، لا هي البتاعه دي اول ستيج. تخش عليه، هتلاقي السهم ده. هتلاقي في سهم هنا كده بيكون منور. لو انت معاك جوهر، اول ما تحط ايدك على السهم ده هتلاقي سهم بيضاء منور، هتدوس عليه. هياخد منك جوهرتين بدل ما تنزل تموت الوحش دوت وانت نور ستيج. لو انت معاكش تيم فهتقعد كتير، لكن لو معاك تيم ومعاك الوحش ده عادي ينزل يقتله، بس احسن لك بالجوار عشان تاخد وقت وتكون ستيج واحد بسرعه. افرض انت مثلا معاكش جواهر، تقدر تخش تجيب تيم، او انت كلمت تقول مثلا يا بلير معايا تطلع ستيج واحد وبتاع. انا هشوف الكروت اللي هكون معايا، هشوف لو اعرف اطلع ستيج واحد ولا لا. بس انا في كروت من هنا مش معايا تقريبا، عشان انا كنت مخلصها على الفارم. خلصتها كان فارم، كان معايا من 300 كارت من كل واحد من دول، بس خلصتهم على الفارم بقى معايا شويه صغيرين يعني. فانت كلمني لو عايز تطلع ستيج واحد. ايه بقى فايده الستيج ده؟ الستيك ده بيديك الدمج ده انت بتنزل بيه الروم بيكون تقتل الوحش اسرع واسهل. يعني اعلى دمج فيهم كلهم هو الدمج بتاع لما تكون مخلص كل دول كده تكون انت ستيك 9. اعلى دمج فيهم كلهم، تمام. تيجي هنا كده اهو مثلا تخلص دوت ستيج واحد. هنا نفس الكلام اللي اسمه فيها على طول اسمها كوانتينيوم دي. اللي اسمها كوانتينيوم دي ده ستيج واحد تقدر تخلصه كله برضه بالجواهر. بس احسن لك الستيج ده بالذات خلصه كله بالجواهر، لان الكروت اللي فيه دي كلها صعبه. مفيش كارت فيهم سهل. حتى الواحد ستار ده ارخم واحد فيهم من الوحدات ستار. تقدر تخلصه كله بالجواهر ما عدا الكارت الخنزير ده. انا قعدت فيه اكتر من 3 شهور عشان اجيبه. الكارت اللي هو بولت 7 ستار ده ما تقدرش تخلصه بالجواهر للاسف يا جدعان. لازم تنزله وتنزله وتقتله. او لو الكارت ده انت كسبه تقدر ترفعه من هنا، بس مش بالجواهر. الكارت لو كان معاك رفعته من هنا ترفع معاك بالكارت كأنك قتلته، تمام. ستيج واحد اللي هو ماونت كان اللي فوق دي. نفس الكلام برضو بتاع اللي هو الستيج واحد كوانتينيوم. تقدر تخلص كل ده بالجواهر ما عدا الاخ ده، تمام. دلوقتي انت مش فاهم يعني ازاي بقى تطلع استيجات ولا بتاع ولا مش عارف تعمل ايه. انت هتخش هنا كده اهو مثلا على بوس كارت، تنزل لحد كارت واحد ستار. كروت اللي واحد ستار كارت دي، ماشي. الكروت دي الكروت الاساسيه دي بتبتدي منها انك تكسب واحد ستار، تكسب منها 2 ستار، من 2 ستار ل3 ستار ل4 ستار ل5 ستار ل6 ستار، تمام. دي من غير الكروت دي محدش عارف يبدا منها. فانت هتنزل تكسب من الكروت دي، هتنزل تقتل اي بوس اي وحش صغير، تمام. هيجيلك الكروت دي. بس في مكان معين في الماونت كان جديد انا نزلته يا جدعان، سيبه لكم في علامه الاي اللي فوق دي. تقدروا تخشوا تشوفوا الفيديو ده، او هو فيديو شرح مابة زد ام 4 الجديده. خش فوق وتعرفوا المكان ده فين بالظبط يا جدعان، تمام. دي اسهل كروت تقدر تموتها. الكروت الواحد ستار دي اسهل كروت انت تقدر تموتها، وكذلك نفس كروت 2 ستار. لا، الكروت التلاتة ستار كلهم سهلين برضو ما عدا اللي هو كارت نيمسيس دوت، والكروت الزد ام كوانتينيوم الجديدة. والباقي ده كله دول سهلين ما عدا كروت النيو تلاتة ستار. هو ده صعب، وده صعب، وده صعب، وده صعب كده يعني، فاهم. دي كروت 4 ستار. كروت ال4 ستار دي بعضهم نادر وبعضهم مش نادر مع أي حد، زي مثلا الكارت اللي أنا كسبه ده. مثلا الكارت الفويد ده مش نادر قوي، نص نص. ليريسا دي مش نادرة. ده مش نادر، انا كسبه كتير جدا ومخلصه على الفرن. ده برضو مش عارف ده نادر ولا لا بصراحه عشان ما كسبتوش. دول ده ودول نادرين. ده ودول نادر ودول، وده كمان نادر جدا. 5 ستار بقى يا اخويا، الكارت ده نادر جدا. الكارت ده نادر، وكذلك الكارت ده، وكذلك الكارت ده. وبرضو نفس الكلام مع الكروت الباقيه، تمام. ال6 ستار دي ايه؟ طب ايه فايده الكروت دي اصلا دلوقتي؟ بتسالني ايه فايده الكروت دي؟ الكروت دي هي اللي انت بتموتها. هي نفس الكروت اللي هنا اللي انت بتموتها عشان تطلع ستيج واحد، تمام. تمام. طب دلوقتي نفترض مثلا ان انت معكش اسلحه خالص تقدر تلعب بيها ضد ام 4. هتخش على كلمه جادزون شوب دي، هتخش عليها. هنا كده على طول على جنرال توكن تنزل تحت هتلاقي جالك ريتوس شotgun فري
تقدر تشتريه 15 يوم. وكذلك برضه لو هو مش معاك في روم تانية، ثواني اوريك روم زومبي مود. مثلا راست داون ده، تخش على البتاع اللي فوق دي، اللي هو بدل ما انت تختار زد ام 4 ده زومبي يموت على طول، هتيجي على دي تنزل تحت هتلاقي هنا برضو نفس السلاح. تمام. مش عارف في مود تانية ولا لا، مش عارف ده فيه ولا لا، بس اعتقدش ده فيه. انا شفت لكم مود تاني في السلاح ده. ثواني كده يا جماعه، انا فاكر ان هو كان في مود تاني عامه تقدر تشتري منه السلاح ده، اعتقد المود ده، لا مش المود ده. المهم يعني ان انت لو معكش كروت تقدر تقدر، قصدي معكش اسلحه، تقدر تعمل تشتري السلاح ده ببلاش. تقدر تشتريه بس مره واحده، مره واحده في اللعبه كلها، مره واحده في اللعبه كلها حرفيا يا جدعان. من السلاح ده بقى تقدر انك تلعب وتجيب الكروت وتجيب اسلحه بقى. تجيب اسلحه بقى ازاي؟ انت لما بتقتل كروت كتير كده، بس اولهم كروت 3 صور. الكروت 3 صور دي بتديك صناديق. الصناديق عشان انا كاشف لك صندوق معايا، لو لقيت صناديق معايا خير وبركه والله العظيم يا جدعان، بس يا رب يكون معايا صناديق بس. خش هنا على الايتم، على الريورد. معيش صناديق للاسف، خلصهم وافتحهم. تلاتة كروت 3 ستار. الكروت 3 ستار دي كلها بتديك صناديق لونها مدي على بني كده، بني في اصفر. الكروت دي بتعمل ايه؟ بتديك كوليكشنات، وبتديك اسلحه قطع، وبتديك برضو جواهر. جواهر اللي هي الجواهر دي يا جدعان. حلو. حلو. طيب ايه الكوليكشنات دي؟ تخش على ليست كوليكشن دي، هي دي ليست كوليكشن. تمام. الكوليكشنات دي جامده جدا. يعني مثلا عندك الكوليكشن اللي معاه ده، لو انا خلصت وقطرت الفلوس فلوس 5 ستار ده، هيجي لي السلاح ده، وانا السلاح ده محتاجه جدا. وكذلك نفس الكلام مع الكارت ده، هيجي لي السلاح ده. تمام. طب الكوليكشنات دي بتجيلك ازاي؟ قلت لك الكوليكشنات دي بتجيلك لما انت تقتل كروت 3 ستار. اي كارت 3 ستار هتموته هيجي. انا معايا كوليكشنات اهي، دي الكوليكشنات اللي معايا. مثلا الكوليكشن ده لو انت موته هيجيلك السلاح الشوجن. مثلا الكارت ده لو موته هيجيلك نفس الشوجن برضو. ده هيجيلك جيتلين جون. ده هيجيلك دول. وصندوق يجيلك منه سكينه. تمام. ده مثلا هيجيلك سكينه برضو، ويديك قطع على الجودزون شوب. طب نفترض دلوقتي ان انت نزلت قتلت كارت 5 ستار. بص عشان افهمك حاجه بس عشان اسويها لكم، ان كروت الاربع ستار دي مش بتديك عملات. اللي بيديك عملات كروت 5 ستار. مش عارف بصراحه 6 ستار ده مش عارف هو بيديك عملات ولا لا، بس كروت 5 ستار بيديك عملات. كروت 4 ستار مش بيديك عملات، ولكن بيديك قطع على كروت 5 ستار، او كروت 4 ستار. كروت 5 ستار او 4 ستار اعتقد يعني. لكن انت لو قتلت كارت 5 ستار، اي كارت من دول، هيجي لك صندوق ذهبي. الصندوق ده لو فتحته هيجي لك عملات. هتخش على الجودزون شوب، على الليجيسي توكن. لو انت مثلا عايز تستخرج العملات دي، انت شايف ان انا معكش مثلا معكش ولا عمله. الجنرال توكن دي مثلا بقى معاك 100 ليجيسي توكن. ده لو انت قتلت كارت 5 ستار، تقدر من هنا اهو، تقدر ان انت تشتري الاسباس لو انت عايزه، وتجمع عليه. الاسباس ده بيترستر كل يوم 2 يا جدعان. لازم انت عشان تجيبه، مفيش غير طريقه واحده بس ان انت تجيبه، ان انت تشتري منه القطع. تمام. تمام. وفي برضه حاجات تانية، لو انت مثلا عايز تسأل سؤال بتاع كذا انا نسيت اقوله مثلا، او عايز تفهمه، قول لي وانا هرد عليك في اسرع وقت يا اخويا. وتتسال الله على النبي، وسلام.